السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا شباب في فيديو جديد. فيديو النهاردة إن شاء الله هنبدأ نكمل ال API اللي كنا واقفين عنده آخر مرة، واللي هو ال Get All Users. يلا بينا نخش على VS Code. بص، في البداية كده عايزين نعرف حاجتين. دلوقتي احنا عندنا مشكلة. ايه المشكلة؟ المشكلة دلوقتي ان اليوزرز او الاند بوينت بتاعت ال Get All Users، ما احنا محتاجينها ان الادمن بس هو اللي يعرف يعمل الكلام ده. بس لا، مش ده اللي بيحصل. امال ايه اللي بيحصل؟ دلوقتي في مشكلتين في الموضوع ده. ايه هو؟ اول مشكله ان لو المستخدم مش مسجل دخول هيعرف يوصل للاند بوينت دي، ولو مسجل دخول وصلاحيه يوزر بس مش ادمن هيعرف برضه يوصل للاند بوينت دي. طب ايه بقى حل المشكلتين دولت؟ حلهم ببساطه هو في الاوثنتيكيشن والاوثرايزيشن. اكيد المصطلحين دول انت سمعت عنهم قبل كده، او لو ما سمعتش تعال نشوف ايه الحوار ده. بص، اول حاجه معانا واللي هي authentication authentication و authorization. الاوثنتيكيشن ده بمعنى اوضح، واللي هو انت مين. يعني ايه انت مين؟ يعني مثلا لما تيجي تسجل في اي موقع فانت بتعمل لوجن. اللوجن ده اللي هو مين؟ بتبعت فيه الايميل والباسورد بتاعك، فعلى اساس كده الباك اند اصلا بيروح يعرفك من الداتابيز. فده كده الاوثنتيكيشن. اما الاوثرايزيشن بقى واللي هو صلاحياتك ايه في الموقع، انت ادمن ولا يوزر عادي ولا رول تانية وهكذا. تعالى بقى نشوف هنعمل الكلام ده ازاي. احنا محتاجين طبعا تو فانكشن، واحده الاوثنتيكيشن عشان المستخدم يبقى مسجل دخول، وواحده الاوثرايزيشن علشان الرول بتاع الموقع، علشان الاند بوينت ديت اللي يعرف يجيبها بس هو الادمن مش اليوزرز. تمام. طبعا الاتنين دولت عباره عن ميدل وير. يعني ايه ميدل وير؟ الميدل وير دوت هو حاجه بتتكتب بين الراوت والكنترولر، يعني في المنطقه دي كده بالظبط، بين القامه ديت والقامه دي. ده الميدل وير. تمام، زي الفل. تعال بقى نعمل الفانكشن بتاعتنا ونشوف هنعمل ايه. تعال كده الاول في الاوثنتيكيشن نقول له كونست اوثنتيكيشن، خليها مثلا بسمول، نقول له ايكوال واسync وريكوست وريسبونس، وعندنا حاجه كمان واللي هي النكست. ايه بقى النكست ديت؟ بص، هنخلي النكست دي دلوقتي علشان لما نوصل لنقطه معينه كده هتفهمها عندها اكتر من دلوقتي. زي الفل. عايزين نعمل ايه بقى دلوقتي؟ احنا دلوقتي اتفقنا ان احنا لو محتاجين نعرف ان المستخدم ده مسجل دخول ولا لا، فهو التوكن بتاعه متخزن في الكوكي عندنا ولا لا. صح كده؟ مظبوط. دلوقتي نقول له كونست توكن ايكوال ريكوست دوت كوكيز. احنا بنجيب الكوكيز. ليه بنجيب الكوكيز؟ لاننا اصلا مخزنين التوكن في الكوكيز. زي الفل. نقول له توكن دوت توكن. شكرا على كده. كده احنا جبنا التوكن. طب ما تيجي كده نطبعه كده بحيث ان احنا نشوفه. نقول له كونسول دوت لوج، ويا باشا اطبع لي التوكن. طبعا زي ما قلت لك ان ده ميدل وير، وميدل وير يبقى احنا محتاجين نمرره فين؟ نمرره هنا كده. وايه، ونسيف ونشغل السيرفر بتاعنا npm run dev، وتعالى نروح على بوست مان. زي الفل. تمام كده. احنا محتاجين نعمل ايه؟ محتاجين نعمل سند ونشوف. نعمل سند. خد بالك ان هو لسه عمال يلود هنا، بس تعالى كده ارجع على فيس كود. هنا بيقول لك undefined، اعمل زوم كده. بيقول لك undefined اللي هو التوكن اللي هو دوت undefined. طب ليه undefined؟ كده احنا محتاجين نعمل لوجن، لان كده الكوكي او التوكن مش متخزن في الكوكي. طب تعالى كده ارجع لي على بوست مان ثانيه كده. طب هو هنا ليه طيب عمال يلود؟ يعني فاهم، هو رجع لي الريسبونس هنا اصلا، يعني ليه بقى عمال يلود؟ الفكره هنا بقى عمال يلود علشان ان انا محتاج اقول له نيكست. اعمل نيكست وسيب. يعني ايه بقى نيكست ديت؟ نيكست دي ببساطه بقول له كمل. يعني ايه كمل؟ يعني دلوقتي هو دخل على الراوت، بعد ما دخل على الراوت دخل على الميدل وير، بس هنا وقف عند الميدل وير ما كملش. ليه ما كملش؟ لان انا ما قلتلوش نيكست. لكن لما تقول له نيكست خلاص، يبقى هو يا باشا خلاص اول ما يخش هنا هيعمل نيكست، خش يا باشا على اللي بعده على طول.
تمام؟ يعني ببساطه كده واحده واحده تاني. نيكست ديت يعني اقول له يا تكمل يا ما تكملش. تمام؟ لما اقول له نيكست كده ده معناه انه هيجي هنا كده ومش هيقف، لا هيكمل على طول. فتعالى كده يا باشا خش على بوست مان، اعمل سند تاني. زي ما انت شايف رجع لك الداتا اهوت وما عملش لود ولا اي حاجه. وبرده طبعا هنا يقول لك انديفايند اللي احنا لسه ما عملناش لوجن. تعالى بقى نعمل لوجن. تعالى هنا كده في الاي كوميرس بتاعنا، مش دوت طبعا، دوت، ونقول له اللوجن. تعالى بقى نعمل سند كده. هنا رجع لنا التوكن اهو. تعالى بقى كده نعمل سند. تعالى نرجع على بقى فيس كود توكن اتبعت اهو. تمام؟ فاحنا لما عملنا لوجن التوكن اتخزن في الكوكي، فلما اتخزن في الكوكي طبعه لنا هنا. كلام زي الفل كده، احنا معانا التوكن. اعمل لي كده شيل دوت. محتاجين نعمل ايه تاني؟ محتاجين نفك التوكن ده. تمام؟ فنقول له كونست ديكودد ايكوال. هنفك التوكن ازاي؟ من جي دبليو تي. طبعا احنا ما عملناش امبورت هنا، فهنعمل لها امبورت. امبورت جي دبليو تي from جيسون ويب توكن، ونقول له حاجه جوه الجي دبليو تي فانكشن اسمها فيريفاي. بص بقى، الفيريفاي دي بتستقبل منك حاجتين، التوكن زي ما انت شايف كده هنقول له التوكن، وحاجه كمان واللي هي السيكريت بتاعك اللي احنا كنا بنكتبه. اللي هو السيكريت ده هنجيبه من هنا كده، خش عليه زي الكنترولر. ده السيكريت بتاع التوكن بتاعنا. هاتوا كوبي وتعالى نضيفه هنا زي الفل. تعالى بقى ايه اطبع لي يا باشا الديكود ده، انا عايز اشوف. اعمل لي كونسول لوج الديكود، نسيف، وتعالى نعمل سند ريكوست تاني زي الفل. هنا جاب لنا ايرور. ايه بقى الايرور؟ بيقول لك هنا secret 1 2 3 is not defined. بيقول لك السيكريت ده مش موجود. طب عشان احنا لسه ما عملناش سترينج، فماشي ديفولت سترينج كده. نسيف ويعمل سند زي الفل. هنا رجع لك البيانات اللي متخزنه في التوكن ده، مخزن فيه الاي دي والنيم والاكسباير ان هينتهي امتى. طب البيانات دي اتخزنت امتى وازاي وفين؟ تعالى نرجع لليوزر كنترول تاني كده. تعالى في اللوجن. بص بقى، زي ما انت شايف ان احنا كنا بنخزن الاي دي بتاع المستخدم وبنخزن النيم. تمام؟ يعني انا هنا لو خزنت ايميل، خزنت اي حاجه تانية، هيتخزن برضو عادي وهيظهر لك هنا في المنطقه. هيظهر لك هنا كده، فده كده، هنا كده. تمام؟ زي الفل. نرجع تاني للراوت. كده احنا معانا الديكود. طب حاجه تاني. ايوه، احنا دلوقتي محتاجين نبعت المستخدم دوت للكنترولر هنا. فهنبعته ازاي؟ تفتكر ايه هنا اللي ممكن ينتقل معانا للكنترولر مثلا؟ قدامك 3 ثواني. واللي هيبقى معانا هو الريكوست بالظبط كده. يعني الريكوست اصلا احنا كده كده بنستخدمه في الكنترولر. يعني لو تعالى جيت هنا كده هتلاقي ان احنا هنا اصلا بنستخدم معانا الريكوست. تمام؟ فتيجي هنا تاني، نرجع تاني ونقول له يا باشا احنا محتاجين نخزن الديكود دوت فين؟ في الريكوست. نقول له ريكوست دوت يوزر ايكوال مين؟ الديكود. يعني انت عايز تقول لي ان انا لما اعمل كده ولو دخلت انا على الريكوست في الكنترولر هنا كده وطبعت اليوزر دوت هيطبع معايا؟ ما تيجي نجرب ونشوف كده. تعالى يا باشا قول له اعمل كونسول دوت لوج مين الريكوست يوزر وسيف. تعالى كمان هنا، اطلع هنا كده نسيف كمان. وايه، تعالى بس اعمل كومنت دوت عشان ايه ما يطلعناش الكلام ده. سيف وتعالى اعمل سند ريكوست. سند. تعالى هنا. خدت انت بالك؟ انا هنا على فكره انا واقف ده عامل كومنت اهوت، بس ده جه منين؟ ده جه من هنا كنترول. فكده مين كده اليوزر اتنقل معانا عادي زي الفل.
كده احنا عملنا الاوثنتيكيشن. دلوقتي احنا عايزين نشوف الكيسز اللي ممكن تحصل معانا، يعني ايه الحالات مثلا اللي ممكن تحصل. يعني عندنا حالة ان ممكن التوكن ميبقاش موجود في الكوكي، ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن. فعايزين نتشيك الاول، فنقول له if لو مفيش توكن في الكوكي، هتقول له اعمل لي بقى ريتير عشان ما تكملش الكود، واعمل لي نيكست بقى. تمام. طب انت هنا هتعمل نيكست ليه؟ ما انت مش كده، مش هتخش على الكونتور. بص، النيكست دي اصلا مخصصه انها بتمرر الايرورز. تمام. لو عملتها فاضيه كده، انك كده بتقول له كمل على اللي بعده. لكن لما بتعمل نيكست كده وتحط جواها مثلا ايرور، فكده انت بتقول له مرر لي الايرور ده. فهنقول له هنا نيو، ونعمل ايرور، ونقول له نو توكن provided، ونقول له الستيتس بتاعتك هتبقى 401 اللي هو unauthorized. تعال نسيب بقى كده. محتاجين بقى نعمل لوج اوت عشان ايه؟ نشوف الكلام ده هيشتغل ولا لا، لانه عايزه يحذف لي التوكن من الكوكي. فتعالى كده هنا نقول له لوج اوت، واعمل سند سكسس اهوت. تعالى بقى اعمل تاني كده، اعمل سند. هنا قال لك نو توكن بروفايد. تعالى ارجع تاني كده، قال لك هنا نو توكن بروفايد. طب دلوقتي هو ليه عمل ضرب ايرور معانا؟ لاننا هنا محتاجين نعمل اصلا ميدل وير انه يهندل الايرورز، بحيث لما نيجي نمرر له ايرور زي كده فهو يهندله ويطلعه كريسبونس، ما يطلعوش كايرور كده. تمام. بس دي طبعا يعني ايه في المستقبل شويه، يعني كمان كام فيديو، مش وقتها دلوقتي يعني. فايه محتاجين نعمل ايه تاني؟ تعالى كده نعمل لوجن، نسند كده، عمل كوكي معانا اهوت. تعالى بعمل سند تاني، رجع البيانات معانا والدنيا جميله وزي الفل. وهنا طبعا طبعا هنا اللي موجود في الكنترول عندنا اللي هو هنا. تعالى بقى نوقفه خلاص، مش محتاجينه خلاص دلوقتي. سيف وارجع تاني. طب احنا كده عملنا الاوثنتيكيشن، محتاجين بقى نعمل الاوثرايزيشن. تمام. فنيجي هنا نقول له كونست اوثرايزيشن، خليها برضه سمول. نقول له هنا async و request و response، وبرضه النكست بتاعتنا. فكرة بقى الاوثرايزيشن ايه؟ الفكرة ببساطة انك بتاخد الرول من التوكن، والرول اللي انت محددها في الفانكشن هنا ديت، ولو الاتنين متشابهين فهو هيعديك، مش متشابهين فمش هيعدي. انا مش فاهم اي حاجة، واحدة واحدة كده وهنشرح كل حاجة بالظبط. بس دلوقتي في حاجة، انا دلوقتي محتاج الفانكشن ديت تستقبل بارامتر مني. فهتعمل ازاي؟ احنا هنا بقول له ريكوست وريسبونس وحاجات زي كده. طب كده ما بعت لنا فين دلوقتي؟ فاحنا هنلغي دوت كده، شيل الكلام دوت، حط لي هنا كده وقول لي اعمل لي سبريد وقول لي رولز، واعمل لي الارو فانكشن، وتقول له بقى الفانكشن دي اصلا هتريتير الريكوست والريسبونس، ريكوست ريسبونس ونكست. افتح الارو فانكشن زي الفل. دلوقتي هنقول له اف لو الرولز ديت دوت انكلود بتحتوي على الريكوست دوت يوزر دوت رول. بص واحده واحده كده عشان نفهم بشكل احسن. دلوقتي الرول ديت اصلا مش موجوده في اليوزر. طب انا عايز افهم بس حاجه يا عم محمد، هو الريكوست يوزر ده جت منين اصلا؟ ما احنا قلنا هنا دلوقتي هنبعت الريكوست يوزر ديت فين؟ ما احنا قلنا ان هنبعت اليوزر دوت اصلا فين؟ هنبعته في الريكوست يوزر، صح؟ لان الريكوست هو اللي بيتنقل معانا. فالاوثرايزيشن ده اصلا هيتحط فين؟ لازم يتحط هنا كده بعد الاوثنتيكيشن. يجي هنا كده ونضيف الاوثرايزيشن. تمام. عشان هنا يعدي الاول على الاوثنتيكيشن، يتاكد هل المستخدم ده مسجل دخول ولا لا. لو مسجل دخول هيضيف لي اليوزر في الريكوست يوزر هنا. تمام. فانا هاجي هنا في الاوثرايزيشن هنا كده، هستقبل انا بقى مين؟ اليوزر بتاعه. تمام. واقول له هات لي من جواه الرول. بس هل الرول دي موجوده؟ يعني تعالى كده في التوكن اللي احنا كنا بنفكه هنا كده، في التوكن زي ما انت شايف اهو،
كان بيحتوي على اي دي ونيم والاكسباير ان والحاجات دي، بس ما فيهوش رول. محتاجين احنا بقى نضيف الرول ده. طب هنضيفه فين؟ تعالى في الكنترول هنا كده، اطلع فوق في اللوجن، اللوجن اهوت. هنا بنضيف الاي دي ونضيف النيم، محتاجين نضيف كمان الرول. تمام، نقول له هنا رول ونقول له يوزر دوت رول. خد بالك من حاجه، الرول دي اصلا مش موجوده في اليوزر، يعني في السكيما بتاعتنا مش موجوده. فتعالى هنا تاني، تعالى في فين؟ تعالى في الموديل عشان نضيف الكلام ده. تيجي هنا كده ونقول له رول، نقول له التايب بتاعه يبقى string، ويبقى enum، نوع enum عشان هو يبقى فيه حالتين بس، عشان يبقى قصدي فيه قيمتين بس، واللي هو اليوزر، يا يبقى يوزر يا يبقى ادمن. ونقول له طبعا الديفولت بتاعه هيبقى مين؟ هيبقى يوزر. ونسيف، وتعالى هنا كان سيف برضو. خلاص كده موجود الرول دلوقتي موجوده في مين؟ موجوده في اليوزر. تمام. تعالى بقى هنا كده، هقول له ايه بقى؟ بقول له لو الرولز يعني القيم اللي انا اضيفها هنا، يعني تعالى هنا كده، تعالى هنا كده، لو قلت له array اقول له هنا admin. هنا بقى القيمه دي، لو الرولز بقى اللي هو الاري ديت بتحتوي على الرول بتاع المستخدم، يعني المستخدم دوت لو الرول بتاعته كانت مثلا ادمن، فهي كده بتحتوي عليها فعلا، فحققها الكونديشن ده. طب لو مش بتحتوي، لو اللي هو مثلا يوزر، فهي كده اليوزر مش بتحتوي على الاري هنا، يعني مفيش يوزر في الاري هنا، فيا باشا ما تنفذليش الكونديشن دوت واطلع منه. ده الفكره ببساطه شديده. فارجع تاني كده، فكده واحده واحده تاني كده، لو الرولز تحتوي على الرول المستخدم فحقق لي الكونديشن ده، لو مش بتحتوي اطلع لي بره الكونديشن من الاخر. طب لو الرولز دي بتحتوي فعلا على الرول بتاع المستخدم، بكل بساطه اقول له نيكست، كمل عدي. لو مش بتحتوي بقى else، هقول له، هبعت له ايرور، اعمل له ريتيرن لايرور، اقول له نيكست نيو ايرور، هنقول له for bidden resource، ونقول له الستاتوس هتبقى 403 زي الفل. نسيف وتعالى بقى نشوف الكلام ده ايه. بس خد بالك من حاجة، تعالى كده عايزين نرجع للداتابيس بتاعتنا. نكونكت هنا، تعالى على الاي كوميرس بتاعنا واليوزرز. خد بالك دلوقتي ان مفيش يوزر اصلا عنده رول. تمام، احنا عايزين نعمل ايه؟ عايزين نشيل دول كلهم كده، ديت اول كده، وهنعمل ايه؟ هنعمل بقى مستخدم جديد. تعالى هنا على بوست مان، تعالى في الريجستر، تعالى مثلا نكريت المستخدم دوت ويعمل سند زي الفل. هنا اتكريت معانا. بس خد بالك هنا ما جابناش الرول. طب ليه ما جابش الرول؟ طيب تعالى نرجع على الكنترولر ونشوف. تعالى هنا كده، خش على الكنترولر، اطلع فوق هنا فين الريجستر اهوت. بص هنا بقى بنرجع جيسون، بنرجع اي دي ونيم وايميل وايدج وجندر، ما رجعناش الرول. هنقول هنا رول ونقول له ايه؟ يوزر دوت رول، ونسيف. في حاجه بقى، تعالى ارجع تاني كده على بوست مان. هل التوكن ده بيحتوي على الرول؟ لا، التوكن ده مش بيحتوي على الرول. ليه؟ لان احنا لما عدلنا في اللوجن بس، يعني خدت بالك احنا عدلنا هنا في اللوجن. تعالى كده في الريجستر فوق هنا، بص تلاقينا بنبعت اي دي ونيم بس. تمام، فتعالى برضو نعدل هنا بالمره ونقول هنا رول هيبقى يوزر دوت رول، ونسيف. تعالى بقى ايه؟ تعالى بقى نعمل لوجن بالمستخدم ده، بلاش ايه نعمل مستخدم تاني. فهات لنا يا باشا الايميل دوت كده، تعالى في اللوجن، اضيف لي الايميل ده هنا وبنفس الباسورد طبعا، واعمل سند. هل التوكن ده بيحتوي على الرول؟ اه، التوكن ده بيحتوي على الرول. تعالى بقى ايه؟ نعمل جيت اول يوزرز. تمام، تعالى نشوف بقى ايه اللي هيحصل. عايزك تتوقع معايا ايه اللي هيحصل.
يعني تعالى كده ارجع على فيس كود الاول، تعالى هنا في الاب، نزل دوت. دلوقتي احنا في الراوت دوت قلنا الاوثنتيكيشن والاوثرايزيشن، والاوثرايزيشن هنا بتحتوي على ادمن، تمام. وهنا احنا عملنا الكود بتاع الاوثرايزيشن وعملنا الكود بتاع الاوثنتيكيشن، فانا عايزك تتوقع ايه الريسبونس اللي هيرجع. يلا احنا عملنا على فكره تسجيل دخول، نعمل سند. قال لك forbidden resource. ايه ده بقى؟ هو طبع لك الرساله دي. طب ليه بقى طبع لك الرساله دي؟ لان انا قلت لك ان المستخدم اللي احنا عاملينه اصلا، تعالى كده اعمل ريفرش، يوزر، الرول بتاعه يوزر، وانا هنا بقول له ايه؟ بقول له ادمن. طب انا لو قلت له مثلا ادمن ويوزر مثلا، ونسيف وتعالى نعمل سند ريكوست تاني، سند. هنا رجع فور بين الريسورس برضو. طب تعالى كده نشوف المشكله فين. هنا انزل تحت، هنا قلنا له يوزر وادمن جوه الري، اطلع فوق. هنا بص بقى، احنا هنا قلنا له على فكره رولز، عملنا سبريد لاري، وخد بالك ان احنا هنا برضو عملنا اري. طب ده معناه ايه؟ ده معناه ان احنا عملنا نستد اري، اري هنا واري هنا برضو. يعني ايه برضو الحل؟ الحل يا تشيل الاري دي من هنا كده، يا تلغي السبريد. طب احنا شيلنا الاري، تعال نسيف كده ونعمل سند. ارجع تاني كده، اعمل سند، اشتغل معاك عادي وبدون اي مشاكل. تعالى هنا كده ورجع الاري زي ما كانت، بس شيل السبريد من هنا، سيف، اعمل سند، تلاقي شغال معاك برضو بدون اي مشاكل. طب تعالى بقى ايه، تعالى كده في هنا عند اليوزر ونخليه ادمن، اعمل ابديت. هنا دلوقتي احنا حدثنا البيانات في الداتابيز، بس التوكن ما تحدثش. التوكن دلوقتي هتلاقي بيطلع يوزر، احنا محتاجين نعمل لوجن عشان نحدث التوكن. اعمل سند كده، احنا حدثنا التوكن وتحدث في الكوكي، هنقدر نعمل سند دلوقتي وهيشتغل معانا عادي جدا. وخد بالك ان هو بقى ادمن دلوقتي. تعالى نرجع على فيس كود ونشيل بقى اليوزر، احنا اتفقنا ان هو يبقى ادمن بس. نسيب وتعالى نعمل سند نشوف هيشتغل ولا مش هيشتغل. نعمل سند، اشتغل معانا وبدون اي مشاكل. طب تعالى كده يا عم نخليها يوزر، وخلي مثلا اليوزر بس هو اللي يتعدل هنا. اعمل سيف، اعمل سند، هيقول لك فوربيدن ريسورس برضه زي الفل كده. الدنيا شغاله معانا والدنيا جميله. رجع تاني وخليه ادمن ونسيب. دلوقتي بقى محتاجين نخش على نوشن ونعمل تشيك على الاي بي اي دوت. كده احنا خلصنا الاي بي اي ده الحمد لله. كده ان شاء الله هو ناقص لنا حاجه كمان، واللي هو الايرور هاندلنج، بحيث انه يرجع الايرور بشكل نظيف، يعني ما رجعناش بالشكل المنظر ده، يعني يكون بريسبونس كده ويكون جيسون وكده، بدل الشكل اللي احنا شايفينه ده. بس ده يعني ان شاء الله في الفيديوهات الجايه باذن الله. تمام كده احنا الحمد لله خلصنا الاي بي اي دوت. ان شاء الله نبدا ننتقل للاي بي اي اللي بعده. ولحد هنا يا صديقي الفيديو يكون خلاص. وطبعا لو واقف معاك اي حاجه ما تنساش تقولها لي في الكومنت، وان شاء الله اشوفك في فيديو جديد، وسلام.